الجزائر، تدخل الجزائر، تحيا الجزائر. السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم. في خبر مفرح للجماهير الجزائرية، تمكن البطل الجزائري جمال سجاتي من التأهل إلى نهائي سباق 800 متر رجال ضمن بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو 2025. سجاتي أنهى نصف النهائي الأول في المركز الثاني بزمن قدره دقيقة و45 ثانية و0.5 جزء من المئة، ليؤكد مرة أخرى قدرته العالية على المنافسة على اللقب العالمي وإضافة إنجاز جديد للجزائر في الساحة الدولية. الأداء المميز الذي قدمه سجاتي رفع آمال الجماهير الجزائرية في رؤيته على منصة التتويج، خاصة بعد الثقة الكبيرة التي ظهر بها في نصف النهائي. وفي المقابل، لم يتمكن العداء الجزائري سليمان مولى من بلوغ النهائي بعد أن حل في المركز السابع في نصف النهائي الثاني، لينهي مشواره في هذه البطولة عند هذا الدور. ورغم الإقصاء، فقد قدم مولى أداء مشرفا، مؤكدا مكانته كواحد من أفضل العدائين في سباقات 800 متر. النهائي المنتظر سيكون قويا ومشتعلا، والجميع في الجزائر يترقب السباق الحسم، على أمل أن يواصل جمال سجاتي تألقه وينافس على إحدى الميداليات العالمية. بالتوفيق للبطل جمال سجاتي في النهائي، وكل التقدير لزميله سليمان مولى على أدائه المميز الذي رفع راية الجزائر عاليا في بطولة العالم لألعاب القوة. ولا تنسوا تشجيع أبطالنا في التعليقات، والاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد حول الرياضة الجزائرية.